احنا في زمن الكلمه فيه بقت بتترمي اسهل من شربة الميه، بوست على فيسبوك، كومنت فيه تريقه، او حتى كلمه قلتها في وسط قعده هزار. بس هل سالت نفسك الكلمه دي راحت فين؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره قاف: بسم الله الرحمن الرحيم: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يعني ما فيش حرف بيخرج من لسانك ولا جمله بتكتبها بصباعك على موبايلك الا وفي ملاكين مراقبينك وملازمينك، بيكتبوا كل حاجه بالملي. مفيش كلمه بتضيع في الهواء، كله متسجل في سجل الحساب بتاعك. يعني ايه عتيد؟ يعني ملك حاضر وشاهد ومستعد تماما لتسجيل كل حرف، ما بيغفلش ولا بينام ولا بيفوته اي كلمه بتتقال، هو متهيأ وملازم ليك في كل لحظه، كأن القلم مرفوع مستني الكلمه تطلع علشان تتسجل في كتابك فورا. وعشان نعرف خطوره الموضوع ده، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح: إن العبد ليتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. تخيل كلمة واحدة ممكن ترفعك لسابع سما، وكلمة تانية أنت مش ملقي لها بالا ممكن توديك في داهية. الكلمة أمانة ومسؤولية قدام ربنا. طب الحل إيه؟ قبل ما تدوس سند أو قبل ما تفتح بقك بكلمة تجرح حد أو تظلم حد، افتكر إن في رقيب وعتيد. لو الكلمة دي خير قولها واكسب الثواب، لو شر السكوت وقتها بيكون عبادة ونجاة ليك. بندعي ربنا وبنقول: اللهم اجعل كلامنا حجة لنا لا علينا، وطهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة والكذب. لو عجبك الفيديو شاركه وخليك انت الكلمة الطيبة اللي توصل للناس. سلام.